إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم باش نطرقوا إن شاء الله في موضوع كيفية تسجيل ومغادرة انتداب ضباط صف جيش البحر. العملية باش تكون سهلة ما هيش صعيبة، جوست نثبتوا في المعطيات اللي باش نصرحوا بها. في مرحلة أولى باش ندخلوا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني اللي هو باش نكتبوا www.defense.in كما ظاهر في الصورة. شو خرج لنا الموقع هذا كيف ما قلنا الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، ونلاحظوا في كلمة موجودة خدمات تفاعلية. أنا إن شاء الله باش نضغطوا على كلمة انتدابات تلاميذ ضباط صف لفائدة جيش البحر كما ظهر في الصورة. بعد الضغط على كلمة انتدابات تلاميذ ضباط صف لفائدة جيش البحر باش تخرج لنا الصفحة هذه. في الخانة الأولى باش تخرج لنا شروط الانتداب، لازم تقراها زاد معناها شنو من الشروط المطلوبة. تكوين الملف اللي هي الوثائق المطلوبة زاد نجم تقراها. في المرحلة الثالثة إن شاء الله باش نبدو في التسجيل، نضغط على كلمة تقديم مطلب الترشح التسجيل. أولا باش نبدو بالمعطيات الشخصية اللي هي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية، باش نكتبوا رقم بطاقة التعريف الوطنية في الخانة الأولى كما ظاهرة في الصورة. بعدين باش نكتبوا تاريخ الإصدار، تاريخ إصدار بطاقة التعريف الوطنية مكانها. بعدين باش نكتبوا إن شاء الله رقم بصمة الإبهام، كما فما صورة إن شاء الله في آخر الفيديو توضح وين موجودة رقم بصمة الإبهام، نحاول نكتبوها زادة بالصحيح ونثبتوا فيها. بعدين باش نكتبوا الاسم واللقب، اسم الأب واسم الجد، اسم الجد اللي هو اسم الوالد. بعدين باش نكتبوا اسم الأم ولقب الأم، الجنسية بها تونسية باش تكون الجنسية. بعدين باش نتعدوا في مرحلة أخرى لذكر الجنس ذكر أو أنثى، حاولوا نثبتوا نضغطوش بالغلط. بعدين باش نتعدوا رقم الهاتف الجوال، هو عطيك دو نيميرو، حط نمرو معناها الشخصي، حط نمرو واحد بالفامي باش يبدا ديما محلول، خاطر باش يطلبوك على النمرو الأول باش يلقوه مسكر اوتوماتيكمون باش تعدوا على النمرو الثاني. بعدين نختاروا البريد الإلكتروني. بالنسبة للعنوان الإقامة الرسمي نوضحوا النقطة هذه، تكتب مثلا اكزامبل مثلا انت تعيش في تونس ووصلك من توزر ولا من مدنين، دونك عنوان الإقامة الرسمي مش عنوان اللي مستخرج في بطاقة التعريف الوطني، انت وين تسكن تو معناها مكان الإقامة. بعدين في المرحلة هذه باش نجاوب على قمت بأداء الخدمة العسكرية أو بصدد الأداء، معناها معدي عامك وإلا لا، وإلا تعدي في عامك ما زلت، معناها باش تجاوب بطبيعة الحال نعم أو لا كما ظاهر في الصورة. بعدين باش نتعدوا التاريخ ومكان الولادة، تاريخ الولادة باش نكتبوه. بعد مكان الولادة مكانها، الولاية اختار الولاية، نحاول نثبت عند اختيار الولاية، تنجم تكون تضغط بالغلط ولا الكرسور ما يتعداش. في المرحلة هذه باش نكتبوا المعتمدية. بعدين الحالة العائلية أعزب أو متزوج، طبيعة أعزب يعني أوتوماتيكمون. بعدين نمشيو للمستوى التعليمي، خاطر هما طالبين بكالوريا منهيات، معناها انت بتشوف النيفو نتاعي اسكو متحصل على شهادة بكالوريا والا بكالوريا منهيات رابعة ثانوي منهيات، معناها قريت الباك وما خديتهاش. بعدين باش نكتبوا السنة اللي قريت فيها الباك. بعدين باش نختاروا الشعبة، باش نكونوا واضحين بالنسبة للبكالوريا سنة أول عام 2019 غير معنيين بالمشاركة. أول نثبت عند اختيار الشعبة ما نضغطش بالغلط. بعدين الدورة، اسكو الدورة رئيسية وإلا دورة معناها باك برينسيبال وإلا كنترول.
بعدين معدل البكالوريا، بعدين معدل الرياضة، معدل مادة الإنجليزية، معدل مادة الفرنسية. بعدين باش نتعدوا للمؤهلات الإضافية. المؤهلات الإضافية شنو يقصد به؟ معناها شنو من الحاجات اللي عندك بلوس، مثلا متحصل رخصة سياقة صنف كذا وكذا، متحصل على شهادة في الإعلامية كذا وكذا، متحصل على شهادة في الكيك بوكسينج أو كذا، معناها للحاجات اللي عندك فيها البلوس. بعدين باش نتعدوا الهوايات، باش تكتب الهوايات متاعك واضحة، معناها العملية سهلة ما ماشي صعيبة. السيد آمر، مدرسة ضباط صف بالبحرية، خليج الشعرة، منزل عبد الرحمن 7029 بنزرت. وبعدين باش ندخلوا الرمز اللي هو الكابتشا اللي موجود في الصورة كيما واضح في الصورة، مثلا V5ZG مش واضح لي، تجي تقرص على الفلاش كيما موجود في الصورة باش يبدل لك الرمز باش يكون واضح، خاطر الرمز لازم تكتبه بالصحيح باش يكون واضح. نرجع في أعلى القائمة ونعاود نثبت في المعطيات اللي صرحت بها، خاطر بعد الضغط على كلمة تأكيد ما عادش عندك الحق تغير أي معطى تم التصريح به. نحاول نثبت، بلكش ضغطت بالغلط، بلكش حاجة زدتها، بلكش حاجة كتبتها بالغلط، نحاول نثبت. كلمة تأكيد ماهيش معناها صعيبة برشا، ديجا باش تضغط عليها العملية سهلة ماهيش صعيبة. بعد الضغط على كلمة تسجيل، إن شاء الله نتمنى حظ موفق للجميع. باش نضغط على كلمة طباعة المطلب اللي هو موجودة في أعلى القائمة، باش نحط رقم بطاقة التعريف الوطني كما ظاهر في الصورة، وبعد ندخل الرمز هذا كيف ما قلنا، معناه الرمز إذا جاك صعيب تحاول تبدل، تقرص على الفلاش اللي ظاهر في الصورة باش تبدل الرمز ويكون لك سهل، وتضغط على كلمة تأكيد، وبعد الضغط على كلمة تأكيد باش تمبريمي الورقة اللي باش تحطها في الدوسي نتاعك. ان شاء الله حظ موفق للجميع، بون شانس بون كوراج. ما تنساش تضغط اشتراك في القناة، ان شاء الله عنا برشا توضيحات اخرى.